امبارح صورت فيديو عن قانون الجذب، واكثر الناس صاروا يعلقوا انه كانت تعليقات ايجابيه وكان في تعليقات سلبيه. التعليق الايجابي عجبني، وانا رايح اعطيكم ازيدكم اخبار واسرار لنجاح. والناس اللي صاروا يقولوا احنا بالاردن واحنا صعب جدا، كيف انا بدي اكون عندي نجاح وانا عايش بالاردن، او اني انا مش جاي معي. انت هون اعطيت يعني اوردر لعقلك الباطن انه انت عمرك ما بتصير. العقل الباطن ما بيميز اللي انت تفكر فيه حقيقه ام خيال. لما حكيت لكم انا متقاعد عسكري، في كثير من الناس صار يقولوا هذا انت من امريكا، انت ابصر شو انه انت كنت من قبل. مش ياخذوا كلامي، ياخذ الاشي المفيد من كلامي. صاروا ايش يحاولوا انهم بدهم يقللوا مني، او انت شو بتشتغل بامريكا او كذا. بعلم يا اخواني انا طالع على امريكا، انا طالع على امريكا اصلا. مكتبي هذا قبل امريكا، بيتي اللي انا ساكن فيه انا بانيه قبل ما اطلع امريكا، سيارتي اللي اركبها الان قبل صار لها معي 7 سنوات 8 سنوات، وهي سيارتي. يعني انا طالع على امريكا ما اختلفت شيء. يعني امريكا اللهم بس اللهم حافظت على حياتي، على نمط حياتي. المهم، السر اللي انا حبكم اياه بالزمانات، جابوا عدائين اولمبيين. هاي التجربه يا اخواني راح تعطيك وتفهمك الاشي المهم جدا اللي حاب اوصل لك اياه. شو عملوا التجربه هاي؟ جابوا عدائين اولمبيين، حطوا عليهم جهاز على دماغهم وعلى عضلاتهم، وهم جابوا 4 عدائين وحكوا لهم انه انتم الان بدي اياكم تخيل حالك انه انت في سباق النهائي بالاولمبيات، واركض، استعد، غمض عيونك، استعد، خذ الارض واستعد قبل انطلاقه، اسمع الحكم كيف هو بطخ الانطلاقه، واركض، وانت اركض بعقلك. والله يا اخواني هاي التجربه لما العداء استعد وعملوا انه استعد خذ مكانك واطلقوا، اوكي، وهم قاعدين عدائين، ركض بعقله وهو بمحله. عارفين ايش صار يا اخواني؟ الجهاز، عضلات البني ادم مباشره الجهاز اتحرك، وصار اعطى ايعاز للكمبيوتر للفحص انه جسمه قاعد بيركض. شو بدل هذا؟ بدل انه العقل الباطن ما بيميز باللي بتفكر فيه حقيقه ام خيال. فكر انه انت تكون غني، فكر انك تكون هسه آه السر اللي حاب اعطيه للناس اللي مش عارف كيف يبدا. كل شيء في الدنيا في له بدايه وله نهايه، وفي له فرص. الفرص اللي انا حاب احكيها، ايام زمان كان في فرص الاراضي، اللي اخذ اراضي يعني ما شاء الله، واللي يعني كل زمن اجل التكنولوجيا. بس المحبطين هم ايام الاراضي زمان. كان الشخص لما يشتري ارض يقول يا زلمه انت ماخذ ارض كلها ضباع كلها صحراء، مين بده يسكن هون؟ واللي اشترى صارت ارضه بالملايين. لما انا اشتغلت في نتورك ماركتينج، معك خبر انه انا اول 10 اشهر من بدايتي ما استلمت ولا دولار، واستمريت. السر باي شغل بتقوم فيه جديد وعليك جديد، ما تفكر بالدخل بالوقت الحالي. انا فكرت، انا كنت عسكري ايام بالجيش، مش فارقه معي. انا كنت يعني كنت ايام استلم راتب 160 دينار او 180 دينار هيك تقريبا، وكنت اشتغل اونلاين واشتغل نعمل اجتماعات وافكر واتعلم من الناس. 10 شهور ما استلمت ولا دولار، وانا كل يوم مستمر ومستمر ومستمر، لان الحمد لله بفضل الله صرت رقم واحد بفضل الله بالوطن العربي في النتورك ماركتينج. وبالشركه اللي كنت شغالها اخر شركه كنت رقم واحد بالعالم في المبيعات بالشركه، حطوا صورتي بالمصنع. بيجيك واحد هسه بقول لك انت بايع ارض، اي ارض انا بايعها؟ انت شو انت ايش تحكي حبيبي؟ انا لما فكرت اني اغير فكري واغير حياتي، انا خلص نويت اغير فكري. قانون الجذب بيجذب لك الشخص بالوقت المناسب، بيجيك بيعطيك الفرصة. بس انت هل انت مستعد للفرصة هاي؟ اذا انت بتعطي لحالك احباط وبتعطي لحالك انه انت بس حياتك امريكا، اقسم بالله يا اخواني وانا صادق معكم، والله امريكا، امريكا زمان كانت كويسة. الان امريكا يعني انت يعني
عايش يومك. الفرص تجيك باي مكان بحول العالم، مش شرط امريكا، وانت بمحلك. بس غير افكارك، تغير حياتك، وقانون الجذب راح يشتغل معك ويجيك كل شيء. بس اللهم حب الخير للناس، وخذ النصيحه مني. لا سياسه تعلق لي انت وبايع ارض وبايع السوالف هاي، مين بقول لك هذا الكلام؟ اخر كلامي، اتمنى التوفيق لكم، واتمنى هذا الفيديو يكون فعلا يكون رساله تحفيزيه لكل الناس، واتمنى لكم الخير مثل ما انتم تتمنوا لي الخير. اتمنى لكم الخير. سلام.